السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بشعب الجزائر الحر المناضل وكل الشعوب الحرة المناضلة في العالم. عبد المجيد تبون يهين المغرب وأمريكا أمام كل الدول الإفريقية، وأمريكا تعدم مغربيا قام بقتل الجنديين الأمريكيين. اعترافات مغربية على الملأ بضعف المخزن وخوف أمريكا من الجزائر، وتركيا تدعم ملف الصحراء الغربية وتدعم الصحراويين ضد الحكم الذاتي. لايك على الفيديو، شير الفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نروح لأول فيديو معانا، وهو اعتراف واضح جدا جدا جدا. تمام، اعتراف واضح جدا 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 من المخزن أن تركيا بتدعم الجزائر في ملف الصحراء الغربية. تبون الى تركيا. تبون علاش؟ مشى لتركيا من اجل ملف واحد، هو ملف الاول بعدا اساسي، ملف الصحراء المغربيه، المفاوضات. كيمشي عند الاتراك اولا شي مسائل مباشره عند اردوغان، العلاقه ديال اردوغان مع الاداره الامريكيه باش يطلب تخفيف ديال الضغط. ان بالنسبه لهم هما الان طلبوا مهله، وعطاتهم الولايات المتحده الامريكيه المده ديال 18 شهر لتفكيك المخيمات، والمده شايف حضرتك هو بيتكلم في ايه؟ بيتكلم على المدة اللي امريكا اعطتها للجزائر لتفكيك المخيمات وكل هذا الكلام الهجس او الترهات التي بلا معنى. امريكا لا تستطيع ان تفرض على الجزائر مدة معينة بالنسبة لاي شيء سيادي يخصها. فهذا الاعتراف من هذا المخزني، وهو بوق شهير جدا من ابواق المخزن، بيؤكد على ايه؟ بيؤكد في اعترافه على ان تركيا لها علاقة بأمريكا، وتركيا تستطيع أن تقنع أمريكا برفع الضغط من على الجزائر. أنا هوري لك أدلة أنه أمريكا ما تقدرش تعمل حاجة مع الجزائر. هوري لك اعترافات مغربية تؤكد أن أمريكا خايفة من الجزائر. أمريكا خايفة من الجزائر. ركز معايا بس عشان الموضوع كبير. لكن في البداية كان لازم نبدأ بهذا البوق من أبواق المخزن اللي بيؤكد إيه؟ بيؤكد أن عبد المجيد تبون سافر إلى تركيا فقط من أجل ملف الصحراء الغربية، وهذا كذب وبهتان. ذهب إلى تركيا كذهابه إلى أي دولة بينها وبين الجزائر علاقات، بينها وبين الجزائر مصالح فقط لا غير. فده اعتراف واضح جدا منه ايه؟ انه عبد المجيد تبون قطع كل هذه المسافة فقط لملف الصحراء، علشان هو عايز يرفع من على نفسه الضغط الامريكي. ركز معايا. تعالى كده نروح بقى ايه لبوق اخر من ابواق المخزن، وهو يعترف اعتراف كبير جدا انه امريكا خايفة من الجزائر. يعني مجرد غلطة عسكرية أم أنه كاين ما هو أخطر من وراء الكواليس؟ لالا شفنا التوقيت وحاولنا نديروا واحد التحليل لهذه المعطيات اللي كاينين، غادي نشوفوا بلي هذه الهجمات جات في واحد الوقت اللي فيه الجنود الامريكيين في المنطقه داخلين في يعني اكبر مناورات في القاره الافريقيه مع الجيش المغربي او ما يسمى الاسد الافريقي 26. يعني بالمنطق واش كاين شي حد عاقل كل القوى العقليه كيضرب في منطقه فيها واحد من اقوى الجيوش في العالم؟ يعني هذا الشيء كيتسمى انتحار سياسي. ما لقيت ليه شي تعريف اخر. والهدف منه الاكيد هو انه بغى يجر المنطقه لواحد الدوامه باش يعني يتم التشويش على سياده المغرب اللي ولات سياده المغرب على الصحراء ديالو اللي ولات واقع دولي. هو هنا بيؤكد ايه؟ بيؤكد انه البوليساريو بضربتها لمدينة السمارة هي تقوم بعملية كبيرة جدا تتحدى فيها أمريكا، وإن دي مسألة عبارة عن انتحار سياسي للبوليساريو. مين اللي قامت بالضربة؟ البوليساريو. ما بالك بالجزائر؟ ما بالك بالجزائر؟ أمريكا لم تستطع ولن تستطيع إيقاف البوليساريو عن مقاومة الاحتلال المغربي بالضرب وبالدفاع، بالتنديد، بالتصريحات، بالمواقف، بالدعم، بالزيارات، بالسفر،
بمجلس الأمن بالأمم المتحدة بدونهم البوليساريو تستخدم حقها في الدفاع عن ترابها وتراب الصحراويين. والبوليساريو تقدم هذه الضربات بدون دعم من الجزائر. ما بالك لو قدمت الجزائر دعما للبوليساريو؟ ما بالك لو قدمت الجزائر أسلحة لجيش البوليساريو؟ الجزائر رفضت ذلك وبقيت على هذا العهد، لأن الجزائر عارفة أن البوليساريو لو دعمت بالأسلحة الجزائرية سوف تتحول المنطقة إلى دمار شامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. دمار شامل، يكون في حرب هتتدخل فيها أطراف زي أمريكا وإسرائيل وفرنسا بشكل واضح جدا. هذا اعتراف من المخزن هو أنه ضربة البوليساريو لمدينة السمارة انتحار سياسي. طيب ما بالك لو كانت الجزائر هنا التي توجه هذه الضربة؟ أمريكا مش عارفة تواجه البوليساريو، أمريكا مش عارفة تمنع البوليساريو من الدفاع عن نفسه. هل تستطيع أمريكا بالوقوف في وجه الجزائر؟ خلينا منطقيين وإحنا بنتكلم. يعني أنت بتقول لي أمريكا بتدي مهلة للجزائر، مهلة 6 شهور مش عارف كم شهر علشان تفكيك المخيمات وعلشان موضوع الصحراء وعشان عودة العلاقات وفتح الحدود مع المغرب. مهلة. هذا يعبر عن أن أمريكا لها سيادة على الجزائر؟ أين هذه السيادة؟ إذا كانت أمريكا لا تستطيع أن تقف في وجه الجيش الصحراوي، كيف سوف تستطيع أن تقف في وجه الجيش الجزائري أو وجه عبد المجيد تبون وسيادة الجزائر؟ هذا اعتراف مخزني هو، يعني أنا ما جبتش الكلام ده من عندي. تعال نروح للموضوع اللي بعده، وهو إعدام مغربي قام أو تورط في مسألة قتل الجنديين الأمريكيين. زي ما حضرتك شايف أهو توقيف جنرال مغربي على خلفية اختفاء جنديين أمريكيين. الجنرال هو أحمد بوسربات، وهو يدير قطاع وادي درعا العسكري، وهو مكان الذي غرق فيه الجنديين الأمريكيين. يجري فريق FBI تحقيقا مع أحمد بوسربات. التحقيق يشمل عدد من الجنود والضباط المغاربة أيضا. تمام؟ طبعا هذا التقرير تقرير خطير جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لماذا أقول عن هذا التقرير أنه خطير؟ لأنه بمنتهى البساطة زي ما حضرتك شايف أهو، الذي تورط في هذه العملية تورط بالخطأ أم تورط بالتآمر؟ خلينا بس نحاول نفند هذه التفاصيل. هل هذا المغربي متورط في قتل الجنديين الأمريكيين بالخطأ أم بالتآمر؟ هل هو متآمر ضد الجنود الأمريكان؟ الإجابة لا وألف لا، لأن تاريخه هو معروف أنه هو شخصية بتحب تظهر في ملاعب كرة القدم، بتحب تظهر في الاستادات، بيحب ياخد صور، بيحب يتشهر هو بموضوع كرة القدم. وده شيء طبيعي جدا بالنسبة لرجال المخزن، كلهم بيحاولوا يتستروا في مجال كرة القدم ومجالات الرياضة بشكل عام، تمام، علشان يخبوا المصايب بتاعتهم. لكن اللي حصل انه ده فشل مش تآمر. يعني هذا الجندي لم يتآمر ضد الجنديين الأمريكيين، ما يقدرش أصلا. المخزن كله عن بكرة أبيه لا يستطيع إلا أن يقوم بلعق أحذية الجيش الأمريكي. المخزن لا يستطيع إلا فعل ذلك من الآخر. فهذا الرجل لم يتآمر على الجنديين الأمريكيين، وإنما هو بالخطأ فشل في ذلك، وفشل في مهمته، وفشل فيما هو منوط به لكي يحمي مناورات الأسد الإفريقي بأي شكل من الأشكال. وطبعا الفشل ده كله تحت رعاية مين؟ تحت رعاية ولي العهد مولاهم الحسن الثاني، تحت رعايته طبعا، وهو المنسق العام دلوقتي للقوات المسلحة. تم تعيينه رسميا من قبل محمد السادس منسقا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية. فشل ذريع جدا بيحدث داخل الجيش المغربي. تعال كده نروح بقى للقنبلة الكبيرة اللي فجرها السيد الرئيس عبد المجيد تبون في وجه المخزن وفي وجه أمريكا. تعال كده اسمع معايا. ما بالنسبة للتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد أكدنا على أهمية تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا وتكثيف التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي إطار مقاربة إفريقية تقوم على الحلول السلمية وعدم التدخل، كما عبرنا انطلاقا من تماسكنا باحترام القانون الدولي عن وقوفنا إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأقصد الشعبين الصحراوي والفلسطيني، كما نحفظه لهما وتحفظهما لهما قرارات والمواثيق الأممية والشرعية الدولية. دي كانت كلمة السيد الرئيس عبد المجيد تبون من قلب إفريقيا، على مرأى ومسمع كل الدول الإفريقية، وعلى مرأى ومسمع أمريكا أيضا والمخزن. بمنتهى البساطة يفجر هذه الصفعة في وجه المخزن وعلى جبين المخزن، ويقول نفس الأفكار، نفس المبادئ، نفس المواقف. يوضح للعالم أنه بنفس المواقف ونفس الأفكار، لم يغير شيئا ولم ينتهج نهجا مخالفا، لم يقوم ببيع سيادته لتركيا، ولم يقوم بالاتفاق على التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل أن تخرج المغرب من الصحراء، لم يبع القضية، لم يقوم ببيع القضية بأي حال من الأحوال، كما يتهم المخزن دائما، وكما يحاول المخزن تشويه صورته دائما. السيد الرئيس عبد المجيد تبون بنفس الموقف، بنفس الهيكلة، بنفس الشكل، بنفس الثبات على الموقف أمام أمريكا وإسرائيل وفرنسا والمغرب والإمارات وكل هذه الدول التي تنتهج نفس السياسة، وهي سياسة إيه؟ إبادة الشعوب، سياسة سرقة الأموال، سياسة الانتقام من الإنسان بشكل عام، الإنسان البريء اللي عايز يعيش عيشة هنية في أرضه، في ترابه، في ملكه، في خيرات أرضه. كل ده طبعا بيحاول الكيان الصهيوني رفقة أمريكا والإمارات وبعض الدول المارقة الأخرى، وطبعا على رأسها المغرب، المخزن المغربي، بيحاول الكيان الصهيوني إن هو يهدد السلام في العالم. وها هو السيد الرئيس عبد المجيد تبون يقول نفس الكلمات، يتحدث عن نفس المبادئ وتقرير المصير والشرعية الدولية، وطبعا يذكر الأمم المتحدة ويذكر الأمم المتحدة بدورها في إرساء السلام، لأنه طبعا إحنا عارفين كويس في الأول وفي الآخر الأمم المتحدة هذه مجرد صورة لمحاولة تبييض وجه بعض الدول، لكن في الأول وفي الآخر صاحبة القانون، صاحبة الرأي، صاحبة مجلس الأمن. ونتمنى أن يتم تطبيق اللائحة والقانون على كل الدول المظلومة لتستعيد أراضيها وتستعيد حقوقها بشكل واضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لايك على الفيديو، شير للفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.